السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر الليبي من ليبيا. طبعا عمر الليبي هذا اسم شرفني به الدكتور عمر خالد. أكاديمية الإحسان. أكاديمية الإحسان لو احنا نتكلم عليها لغضوة مش حنكمله، لكن بالمختصر المفيد أكاديمية الإحسان أخذت نموذج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نموذج المدينة المنورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واخداته وتطبق في هذه الأكاديمية. آه، والأكاديمية هي اللي بناء مجتمع إسلامي محسن يعني. آه، طبعا ذكرتنا بدورنا كخليفة في الأرض، والإنسان لما يكون خليفة في الأرض بيفكر إنه هو شيء كبير. هي بالعكس، هي شيء مش كبير. خليفة في الأرض مقامك حيث أقامك، يعني خلي يكون عندك تأثير في البيئة اللي حواليك، ولهذا جد مقامك حيث أقامك. وطبعا التأثير، السؤال بيسأل الكل: كيف راح نقدر نأثر في البيئة اللي حواليا، أو يعني ندير فارق. والتأثير هي أن الإنسان يعرف نقاط قوته. هذه أول خطوة للتأثير. آه، نقاط قوة، ومن نقاط القوة راح تعرفي دورك كخليفة في هذه الأرض. طبعا ما ننسوش: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني الإنسان يتوكل على الله، والنتيجة ما ينتظرش النتيجة، لأن هي النتيجة خير في جميع الأحوال، لو ربي وراها لك في الدنيا أو في الآخرة. يعني الإنسان يسعى ويتوكل على الله، والباقي خير بإذن الله. الأشياء اللي تعلمناها في الأكاديمية، الآية القرآنية: فما ظنكم برب العالمين. الإنسان كل ما يتفكر هذه الآية تعطيه أمل، لأن هذه أمتى يعني الإنسان يستعملها. أنا يعني صراحة لما نمر بفترة ضيق أو فترة يأس، بس نتذكر كلمة هذه سبحان الله تعطي أمل يعني. وطبعا الإنسان يكون هدفه أنه يكون مشهور يعني في السماء، يعني يسعى لشهرته في السماء يعني. وطبعا ما ينساش الهدف العظيم وهو الجنة. والجنة موضوع سهل وصعب في نفس الوقت. سهل لأن الإنسان يقدم أفضل ما عنده، وهذا هو الإحسان. الإنسان يقدم أفضل ما عنده. وصعب لأنه هو محتاج جهاد، وهذا هو صعب. آه، طبعا ننسوش دور الفقه لما مادة الفقه، لما الإنسان كي يقرأ مادة فقه صعبة، لكن سبحان الله يعني في الأكاديمية تسهلت هلبة. والسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، وطريقة كان طريقة الإعطاء تدريسها لينا بطريقة مميزة، بطريقة فريدة من نوعها، صراحة فريدة من نوعها، لأن تقدري السيرة تخليها تتعايش معك. يعني أنا حاليا السيرة ولت معي في نستعمل فيها في حياتي، في مشاكل نمر بها. يعني سبحان الله سبحان الله جميلة. أه أه يعني صراحة الأكاديمية لها دور في التأثير، لها دور كبير في التأثير في حياتي بطريقة إيجابية. نحب نشكر القيمين على هذه الأكاديمية، على المشرفين، على على المدربين الأساتذة. مش حاب نذكر أسماء لأن كلهم كانوا لهم دور في التأثير في حياتي شخصيا. ورسالة لرواد الإحسان ولسفراء الإحسان: لقاءنا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم.